هل تمركز شركة علي بابا في مصر مجرد توسع عادي، ولا احنا قدام تحول لوجستي ممكن يغير خريطة الشحن في المنطقة كلها؟ أنا قاسم عمران، وده برنامج لوجستنير اللي بحكي من خلاله عن اللوجستكس والسبلاي تشين بطريقة مختلفة وبسيطة. وحلقة النهاردة بتجاوب على 3 أسئلة مهمين جدا: ليه علي بابا اختارت مصر كمركز إقليمي؟ إيه اللي هيتغير فعليا في حركة الشحن؟ وإنت تتحرك إزاي قبل ما السوق يتحرك؟ خلينا نبدأ من الأول. مين علي بابا وليه تحركها مهم؟ علي بابا مش مجرد موقع تجارة إلكترونية، دي منظومة تجارة كاملة. عندها منصات بيع B2B و B2C، وأنظمة دفع رقمية، شبكات بيانات ضخمة، وسلسلة لوجستية ممتدة من آسيا لأوروبا وأفريقيا. مبيعاتها السنوية بتتعدى مئات المليارات من الدولارات. يعني لما شركة بالحجم ده تغير نقطة تمركزها، احنا هنا مش بنتكلم عن مخزن جديد، احنا هنا بنتكلم عن إعادة توزيع حركة بضائع في منطقة كاملة. الشركات بالحجم ده ما بتتحركش علشان تجربة ولا علشان تشوف السوق ماشي ازاي، هي بتتحرك لما تكون شايفة ان الخريطة بتتغير، ولما تكون عايزة تبقى جزء من التغيير ده او هي اللي تصنعه. وده اللي لازم نفهمه. طب ليه مصر تحديدا؟ مصر مش بس سوق فيه اكتر من 100 مليون مستهلك، مصر واقفة بين 3 قارات: افريقيا، اسيا، اوروبا. وقناة السويس اللي بيمر من خلالها من 12% ل 15% من التجارة العالمية سنويا. يعني ببساطة احنا مش محطة، احنا ممر عالمي. لكن خليني اقول لك حاجة اهم من الجغرافيا: الشركات العالمية ما بتجيش صدفة، هي بتيجي لما تكون شايفة ان في استقرار نسبي، توسعات في المواني، استثمارات في الطرق، مناطق لوجستية بتجهز، قوانين بتتعدل، ورؤية بتتحول من ممر عبور لمركز خدمات. خلال السنوات الأخيرة حصل توسعات في شرق بورسعيد، تطوير في العين السخنة، مناطق صناعية حوالين محور قناة السويس، تحسين في شبكة الطرق الداخلية، وربط قوي بين المواني والمناطق الصناعية. يعني المشهد مش صدفة، المشهد بيقول إن في تجهيز لمرحلة جديدة. والشركات الكبيرة بتدور على 3 حاجات: موقع وبنية تحتية وسوق. ومصر النهاردة عندها ال3. دلوقتي هنتكلم عن الفرق اللي ناس كتيرة مش واخدة بالها منه. في فرق كبير جدا بين الوير هاوس والريجنال هاب. الوير هاوس معناها مخزن، يعني تخزين واستلام وتسليم، لكن الريجنال هاب معناها مركز توزيع إقليمي، وده فرق استراتيجي مش تشغيلي بس. خلينا اديلك مثال بسيط: بدل ما 10 دول في المنطقة كل واحدة تستورد شحنة من الصين، تيجي شحنة ضخمة واحدة بلك لمصر، تتخزن، تتفرز، يتوزع منها لكل الدول المجاورة. يعني بدل 10 خطوط شحن صغيرة يبقى في خط رئيسي ضخم، ومن هنا يبدأ التوزيع الإقليمي. وده معناه تكلفة أقل في الشحن الدولي، تحكم أكبر في المخزون، مرونة أعلى، وسرعة استجابة أفضل للأسواق. وده يخلينا نوصل لمفهوم مهم جدا: بري ستوكينج. يعني إيه بري ستوكينج؟ يعني ببساطة البضاعة تكون موجودة في مصر قبل ما العميل يطلبها، مش نستنى الطلب يجي وبعدين نبدأ الرحلة من آسيا. مثلا موقع SHEIN المعروف كان الطلب من خلاله وانت في مصر بياخد من 20 ل 30 يوم، لكن النهارده ظهر تجار كتير بيشتروا من SHEIN ويخزنوها في مصر، وانت بتطلب الطلب من خلال ويب سايت التاجر وبيوصل لك الطلب خلال يومين. وده اللي شركة علي بابا هتعمله بنفسها من غير التجار. وايه النتيجة؟ زمن تسليم اقل، خدمة اسرع، رضا عميل عالي، تقليل الضغط على الشحن الجوي، واستقرار اكبر في سلاسل الامداد، وتكلفة اقل نسبيا. خليني اربط لك الصورة اكبر شوية: اكتر من 80% من التجارة العالمية بتتنقل عن طريق البحر. يعني طبيعي نشوف زيادة في الشحن البحري المجمع اللي هو البلك، اعادة توزيع مسارات الشحن الاقليمي، وده طبعا هيقلل من الشحنات الجوية المباشرة من الصين. ليه بقى؟ لأن البضاعة بقت أقرب للعميل. يعني بدل ما نعتمد على شحنة جوية مستعجلة وغالية، ممكن تعتمد على المخزون الجاهز، وطبعا ده هيقلل التكلفة ويزود الاستقرار. طب ده هيعمل إيه في السوق المحلي؟ أول تأثير مباشر هو زيادة الضغط والفرص على شركات اللاست مايل، لأن حجم البضائع اللي محتاج توزيع هيزيد، وده معناه طلب أكبر على التوصيل، منافسة أعلى، ومعايير أعلى جودة. وخلي بالك السوق مش هيقبل معلش اتأخرنا، السوق هيقول هو في مخزون قريب، ليه التوصيل بطيء؟ التخزين هيبقى لعبة مختلفة. الموضوع مش هيبقى عندك مخزن وخلاص، الموضوع هيكون عندك نظام، عندك دقة، عندك رؤية للمخزون لحظية. وهنا ندخل على مصطلح مهم جدا: WMS Warehouse Management System. لو ما عندكش نظام بيعرفك كام وحدة عندك، فين مكانها، ايه اللي خرج، ايه اللي رجع، ايه اللي قرب يخلص، معدل دوران المخزون كام، هتتحط تحت ضغط رهيب. لان السوق مش هيسأل مين اسرع، السوق هيسأل مين عنده القدرة يشيل شغل اكتر ويشغله بكفاءة. ده الفرق ما بين شركة صغيرة بتوصل شحنات وشركة هتكون جزء من شبكة إقليمية
ضخمة. طب هل كل ده إيجابي؟ مش بالضرورة، لأن مع الفرصة بيجي تحدي. الشركات الصغيرة اللي شغالة بنظام يدوي أو تشغيلها ضعيف أو اللي معتمدة على الإدارة بالإحساس هتلاقي نفسها فجأة بره اللعبة. ليه؟ لأن حجم الطلب بيكبر واللي مش مجهز نفسه هيتكسر تحت الضغط. وده اللي حصل قبل كده في أسواق تانية. لما هب كبير بيتبني ساعتها مش الأقوى هو اللي بيكسب، لكن الأكثر جاهزية هو اللي بيكسب. طب أنت تتحرك إزاي؟ خليني أقسمها لك على حسب مكانك في اللعبة. لو أنت صاحب شركة شحن أو تخزين، اسأل نفسك بوضوح: هل عندي WMS حقيقي؟ هل عندي داشبوردز أقرأ منها أرقامي؟ هل عندي SOPs يعني إجراءات تشغيلية قياسية واضحة ومكتوبة؟ هل عندي إدارة مرتجعات محترفة؟ هل أنا قادر أستوعب تضاعف في الحجم؟ لأن الفرصة طبعاً لما تيجي مش هتستناك لحد ما تجهز. لو أنت مستثمر، بلاش تراهن على حركة الشحن نفسها. استثمر في التخزين، مراكز التوزيع، خدمات الفولفيلمنت، التكنولوجيا، الأنظمة، لأن المكسب مش في حركة الشحن، المكسب في المكان اللي الشحنات هتعدي عليه كل يوم. تمركز علي بابا في مصر مش مجرد خبر عن شركة، ده مؤشر إن مصر ممكن تتحول من سوق استهلاكي لمركز توزيع إقليمي كبير، وده يفتح باب لمرحلة جديدة من التصنيع الخفيف، إعادة التصدير، خدمات قيمة مضافة. وقتها اللوجستيات مش هتكون خدمة جانبية، لكن هتكون محور اللعبة. الخلاصة، الفكرة مش إن علي بابا جاية مصر، الفكرة إن خريطة الشحن في المنطقة ممكن يعاد كتابتها. والسؤال الحقيقي مش هل ده هيحصل، السؤال هو هل انت هتكون جاهز ولا لأ؟ وخليك فاكر، اللوجستيات مش صنعة، دي علم، والشركة اللي بتفهم ده بدري هي اللي بتعيش. أتمنى تكون حلقة النهاردة مفيدة وممتعة. أشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله. وما تنساش، لو انت مهتم بقطاع اللوجستيك وعايز تعرف كل جديد، اعمل سبسكرايب للقناة وفولو على كل المنصات. سلام.